صباح الفل على احلى متابعين في الدنيا. انا النهارده بردانه وصوتي باين عليه البرد خالص، يبقى احسن اكله ناكلها النهارده هي شوربه خضار. حاجه كده سخنه تدفي يعني الصدر بقى من البرد اللي احنا فيه. يلا بينا نعمل شوربه خضار بسيطه قوي قوي واقتصاديه وفي نفس الوقت مغذيه جدا. صلي على الرسول الكريم عليه افضل الصلاه والسلام. ويلا بينا نشوف عملنا شوربه الخضار دي بالبانيه ازاي. اولا الشعريه بتاعتي او لسان العصفور بتاعي انا مش بسويه على النار، انا بحمره بس واحط عليه الميه سخنه واسيبه هو يستوي لوحده وانزله من على النار. انا عملت الطريقه دي قبل كده ليكي وتعالي اوريكي عملتها تاني ازاي. كده تضمني ان الشعريه او لسان العصفور ما يعجنش منك في الشوربه ابدا نهائي، ولا شوربه لسان عصفور ولا شوربه عدس ولا شوربه خضار. انا هنا بحمر الشعريه بتاعتي وبعد ما احمرها بفضي فوق منها الميه السخنه او فضي شوربه زي ما يعجبك. انا هنا ما كنتش محمراها في اي اقدام، وبعد كده هحط لها قطعه من الزبده وهنزلها من على النار فورا وهي لسه فيها الميه السخنه بتاعتها، وهغطي عليها ومن غير نار خالص هي هتتشرب الميه السخنه كلها وهتفلفل وهتبقى تحفه. بصي انا نزلتها هنا من على النار وهي لسه فيها الشوربه او الميه بتاعتها، هغطيها واسيبها هي هتستوي لوحديها. هوريكي دلوقتي بتستوي ازاي كده. هنا معايا بصلايه انا حطيت لها حته زبده وحطيتها كده تتشوح، ومعاها كام قطعه كده من البانيه. وانا ما حبيتش اقطعهم علشان اللي مش عايز ياكل شوربه خضار ويطلع له قطع بانيه في الشوربه يعني ايه ما يزهقنيش. حطيت الخضار اللي محتاج سوا وحطيت معاه شقشاق ميه وهسيبه يستوي شويه عشان بالذات لو الجزر بيحتاج سوا شويه غير بقيه الخضار. هغطي عليه وهسيبه. بصي هنا الشعريه بتاعتي كانت فلفلت لوحدها من غير ما رفعتهاش تاني على النار بالميه السخنه بس. انا هنا فضيت الكوسه والبطاطس لان هما مش بيحتاجوا سوا، واحط لهم ميه وربنا يحسن ما بين ايديكم. والاكله بتاعتنا خلصت النهارده، اشوفكم على خير، باي باي.